قبل ما نبدأ الفيديو نبدأ بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بنات اليوم جابت لكم طريقة عمل الكيكة اليومية بربع كوب زيت وحبتين بيض. قوامها اسفنجي وريحتها وطعمها كلش طيبة، ومقاديرها موجودة بكل بيت. عندي هنا المقادير أضيفها كلها بالخلاط، أنا ذاكرة المقادير بالفيديو، هذه الكتابة الموجودة فوق. أضيف المواد الجافة بالخلاط: البيض، نكهة البرتقال، الفانيلا، المي، الحليب الباودر، الزيت. أخلطه كله وأتركه على صفحة، وأبتدي أسوي الخليط مالت الكيك. عندي كوب ونص طحين وظرف بيكنج باودر. أضيف الخلطة اللي سويتها بالخلاط وأقلبها بهالشكل. إذا حابين تضاعفون الكمية زودوا المقادير، يعني مكان حبتين البيض 4 بيضات، مكان كوب ونص طحين 3 أكواب طحين، يعني هالشكل. هنا كملت الخلطة مالت الكيك. أخليها بقالب جوا ورقة الزبدة وأدخلها بالفرن درجة حرارة 180 من تحت. من تستوى أشغل عليها من فوق، أو من أطلعها من الفرن أخلي عليها شيرة من فوق، شيرة خفيفة، وهي حارة أخلي عليها الشيرة. وأسوي هذه الخلطة الفوق اللي هي القناش النستة للبيضة، اللي هو الكاكاو الأبيض البلوك اللي يجي بالأسواق. أخلي عليه المقدار مالت الحليب بقد المقدار مالت الكاكاو، أو تردون تخلون قشطة والكاكاو الأبيض تذوبوهن سوية بقد مقدار القشطة، تخلون كاكاو أبيض. هنا أنا غلفتها كامل. أبتدي أزينها بجوز الهند من الطوارف. إذا حابين تحمصون البندق وتكسروه وتخلوه داير مدايرها، أو الفستيق، أو تزينون الطوارف مالتها بالجوز. هذا التزيين يبقى حسب الرغبة، اللي يحب يزينها بالنوتيلا أو بالكاكاو الأسود ويسوي نفس الطريقة، يخلي عليها قشطة. يعني التزيين هذا حسب الرغبة. عندي هنا بذور القرع، أخلي عليها بذور القرع وأزينها بالجوز بهالشكل، وأدخلها بالثلاجة أخليها تبرد. طبعا هي الكيكة كانت بالثلاجة، من خليت لها الشيرة أنا خليتها بالثلاجة، بس أرجع أرجعها على مود الطبقة اللي فوق تجمد. وهذه الكيكة تتقدم ويا العصير، وأقطعها وأقدمها. قوامها وريحتها وطعمها وبياضها كلش حلو، ومن كثر ما خفيفة مبين يعني حتى كأنما حاطين بيها زبدة، من كثر ما قوامها خفيف اسفنجية. وهذه الكيكة تصلح يعني حتى تزينوها بالكريمة، اللي حابة تفتحها وتحط لها شيرة أو تخلي لها حليب وتزينها بالكريمة هم تصير. وهذا شكلها. ولهنا ينتهي الفيديو مالتنا، مع السلامة ودمتم في حفظ الرحمن.